محمود الشناوي حارس الزمالك اللي كان بيلعب ماتش النهارده قدام بيراميدز، الواد ده من ناشئين الزمالك، الواد ده حارس عالمي. بعيدا بقى عن الانتماء خالص، اقسم بالله عمل ماتش النهارده بتاريخ صبحي وعواد، ولولا النهارده كان الزمالك خسر على الاقل 3-1. انا بحب العيال ديت يا جدعان، العيال اللي بتبقى واثقه من نفسها ديت اقسم بالله بتدخل قلبي. تخيل ان الولد طالع من ناشئين، واول ماتش ليه، عارف انت اللي هو متضل النار، اول ماتش ليه بيلعب قدام بيراميدز، يعتبر هو والاهلي بينافسوا في الدوري، فريق قوي جدا وعنده عناصر جامده جدا، وبيلعب الماتش ده قدامه، والولد مستريح، عنده ثقه بالنفس، الولد بارد وهادي، تحس ان هو متمرس عيل. اقسم بالله حارس مرمى الزمالك لازم يستغله الفتره اللي انت عارف، حتى لو نادي الزمالك مش هيقدر يعتمد عليه بصفه اساسيه عشان مثلا هيشارك في بطولات كبيره، وهيقول لك لسه حارس صغير وعايز خبره، وانا ضد المبدا ده تماما، لان هناك اللعيبه يعني في امثال لامين يامال ده عنده 16 سنه ومن احسن لاعبي العالم. انا عايز اقول لك ان لو عندنا لاعب 16 سنه هنا دلوقتي كان زمانه اقسم بالله طالع اعاره من الاهلي او الزمالك لبلديه المحله وقاعدين دكه ونزل درجه تانية ومستقبله اتدمر دلوقتي. هو ده التعامل مع الناشئ عندنا في مصر. ولكن محمود الشناوي ده النهارده بيثبت ان احنا عندنا قطاع ناشئين فاكهه، وخصوصا بصراحه يعني الواد ده منه طلع من نادي الزمالك. الاهلي بيطلع ناشئين حلوه، ولكن الزمالك برضه بيطلع ناشئين حلوه، والدليل على كده ان في ناشئين كتير غيره النهارده في الماتش، وبقى لهم كام ماتش عاملين مستوى كويس جدا. بس محمود الشناوي يا جدعان لفت الانظار من اول ماتش، فالزمالك لو مش هيعتمد عليه بصفه اساسيه اتمنى ان هو يطلعه بره اعاره، ويشترط على النادي اللي هيشتريه ان هو يلعب اساسي، ان هو يلعب حارس اساسي مع النادي اللي هو هياخده. وبعدين ما تنساش ان هو عمل الاداء العالمي ده عشان اسمه محمود الشناوي. كل ما هو الشناوي فهو عالمي، فهو جميل، فهو احسن حارس في افريقيا.